المفروض بقى نعمل ايه؟ انت عارف انت المفروض تعمل ايه، غالبا كلنا عارفين، وغالبا اذا انت بتتفرج على الفيديو ده يبقى انت شاطر واهدافك عاليه، علشان هتلاقي في ناس كتيره جدا بتقعد تحبطك وتقول بعيد جدا ومستحيل. يعني لو انت بني ادم عندك دم هيبقى عندك ضغط نفسي زي ضغط الدم بالظبط. انا محمد نوفل، ثالثه طب الاصل العيني. حبيت اقول لكم شويه حاجات كده فرقت معايا. فالاول هنبدا بازاي تتعامل مع الضغط النفسي. اولا مفيش حاجه اسمها مش هيبقى فيه ضغط نفسي، ده شيء طبيعي جدا ومستحيل. يعني لو انت بني ادم عندك دم هيبقى عندك ضغط نفسي زي ضغط الدم بالظبط. فبالتالي احنا المفروض نفكر فيها ازاي. اولا لازم تفكر تغير تفكيرك انت. تفكيرك انت انك عليك السعي، عمر ما ربنا طلب منك النتيجه. ليه؟ اصلا هتلاقي ان سيدنا نوح من اولي العزم من الرسل وامن معه الناس قليله، وسيدنا يونس امن معاه اكتر بكتير، بس هو برضه مكان اقل منه. فانت بالتالي مش هتبص على النتيجه، انت بالنسبه لك السعي. وانا دايما بعمل كده، انا بذاكر على قد ما اقدر. بعد كده قبل ما اجي اخش الامتحان انا اصلا مش فارق معايا النتيجه. يعني انا داخل الصبح ليله الامتحان او في الصبح في الامتحان، يعني عارف انا عملت اللي عليا ولا ما عملتش. خلاص انا يعني انت لو دخلت ومذاكر كويس وجات نتيجه عكس اللي انت مش عايز، عكس اللي انت كنت متوقعه، عادي. والعكس برضه لو انت داخل وجبت نتيجه اعلى ده من كرم ربنا، بس انت عارف انك مقصر، فلازم تبقى تشد حيلك اكتر من كده. مصدر تاني من التوتر غالبا بيبقى الاهل. فلو اهلك، في ناس الحمد لله ربنا كرمهم واهلهم ما بيضغطوش عليهم خالص ومش عايزينهم يخشوا اي كليه معينه، هم عايزينهم يعملوا اللي عليهم وخلاص. فدي حاجه كويسه. والاهل دول حاول تتكلم معاهم يعني لما كل ما تتعب كده ولا حاجه، ان هم يشجعوك وان هم يقولوا لك لا ولا يهمك كده. ده هيحسن الموضوع معاك يعني. طيب لو اهلك مثلا عندهم نفسهم ان انت تخش كليه معينه او بيضغطوا عليك او كده، يعني شوف لو تقدر تتفاهم معاهم، لو تقدر تقول لهم يعني كلمهم كده بصراحه، بلاش الموضوع ده بيضغط عليا وانا اصلا مضغوط عليا، فبلاش. لو ما بيتفهموش خلاص بقى، يعني انت هتحاول تستحمل وتدعي ربنا ان هو يهون عليك وكده، وكده كده ربنا معاك حتى لو ما فيش اي حد معاك يعني. ماشي. حاجه تانية مهمه جدا، موضوع الصحاب. موضوع الصحاب ده بيأثر عليك من كذا طريقه. اولا من جانب نفسي، علشان هتلاقي في ناس كتيره جدا بتقعد تحبطك وتقول الامتحان هيجي صعب والامتحان هيجي بالطريقه الفلانيه وكده. ونفس الكلام على جروبات برضه، مش لازم يبقى صاحب معين بصفه شخصيه. والجروبات دي برضه يعني حتى لو ما كانش هتاثر عليك بالطريقه دي، فهي هتشتتك بطريقه فظيعه. فانت فكك من كل الجروبات، فكك من اي سوشيال ميديا ملهاش اي ستين لازمه. بكتير جدا اقصى حاجه بالنسبه لي السوشيال ميديا اللي انت هتستخدمها في المذاكره، زائد واحد او اتنين من صحابك اللي هم فعلا قريبين ومش هيهزر معاك وكده، تساله في سؤال مش عارف ايه، تشجعوا بعض شويه. غير كده ملهاش اي لازمه. بالنسبه بقى لو انت عايز تخش الاصل، يعني هقول لك ايه. اولا ما تفهمش نفسك بقى بقصه البلطو الابيض وتقعد تتفرج على فيديوهات وتتخيل انك دخلت الكليه وكلام من ده. انا شفت ناس كتير، انت كده هتعلق نفسك تعليق مرضي بالكليه، ودي حاجه انت ما دخلتهاش، انت ممكن ما تخشهاش عادي جدا. وده مش شرط يبقى حاجه وحشه ليك. ده احنا بالنسبه لي انا شفت ناس كده فعلا قعدت تقول البلطو الابيض وكده، واحنا اصلا عايز اقول لك يعني احنا ما بنلبسوش. ثانيا يعني الناس اللي كانت عايزه كده وفي الاخر دخلت كليات تانية وكده كانوا خلصوا ومبسوطين وزي الفل. وناس دخلوا معانا وحولوا في سنه اولى وفي سنه تانية. فمش شرط خالص يعني، وانت لازم تتقبل الموضوع انك ايه ممكن تخش حاجه تانية. فانت هتعمل ايه؟ انت هتركز وخلاص. انا هدفي ان انا اخش احل الامتحان ده على قد ما اقدر وخلاص، عشان كده حتى لو انت مش هتخش تكون عملت اللي عليك يعني. وبعد كده بقى ما تفكرش في قصه الكليه دي خالص غير لما تخلص خالص يعني. حاجه تانية فرقت معايا القرب من ربنا. يعني انا في سنه اولى كنت ابعد بكتير من سنه تانية بالنسبه مع ربنا يعني. فهتلاقي كلنا قلنا كده، بس ده مش كلام انشا، ده خبرتنا كلنا واي حد يعني. حتى لو انت ما جبتش اللي انت عايزه فانت بتعيش مرتاح. وبالعكس انا الحمد لله يعني ربنا كرمني وجبت احسن بكتير من اللي انا متوقعه في سنه تانية عن سنه اولى. حاجه بقى ازاي بالذات نقرب من ربنا بالنسبه للشباب. حاول تصلي في الجامع بالذات. لو مش هتصلي خالص في الجامع، صلي صلاه الفجر. صلاه الفجر بتكون لسه صاحي ودماغك رايقه، لسه ما ذاكرتش، ما فيش اي حاجه، وتركز بقى. بالذات لو الامام صوته كويس، مفيش حاجه هتفصلك زي كده، مفيش حاجه هتفصلك زي الخشوع في الصلاه. وبالنسبه للشباب او البنات يعني برضو عايز تقرا قران، ماشي كده كده وردك، سواء بقى سماع او قراءه على حسب اللي بيجيب معاك اكتر، بترتاح وبتنبسط اكتر بيه. فمفيش حاجه هتقلل توترك عن كده يعني. المفروض بقى نعمل ايه؟ انت عارف انت المفروض تعمل ايه، غالبا كلنا عارفين، وغالبا اذا انت بتتفرج على الفيديو ده يبقى انت شاطر واهدافك عاليه. فانت محتاج تظبط ايه؟ تظبط جدولك وتظبط نومك. تفضل ثابت، بلاش كل يوم بيوم ده، وبلاش هذاكر على قد ما انا عايز. انت هتعمل جدول هتمشي عليه، خليك روبوت.
هو ده مش وقت بقى ان انا لا انا تعبت انا زهقت انا كده. ممكن تفصل شويه بس انت عارف الحدود. فانت هتمشي الجدول على الجدول زي المسطره، تزود لو قدرت ماشي بس ما تقللش ابدا، علشان بعد كده لما تقلل هتلاقي انك الجدول اتراكم وتراكم وتراكم كده، هتتضايق اكتر وهتتشل. فبس انت تزوق نفسك على الاخر وهتلاقي ربنا هيكرمك، وانت اصلا بعد كده هتلاقي شهر عدى في ثانيه، مش هتحس بالوقت. وفي الاخر هتلاقي انك لما النتيجه تظهر ان شاء الله يجي لك اللي انت حابه، مش هتفتكر ولا ساعه ذاكرتها ولا هتتعب خالص. يعني الواحد فينا بينسى اول ما يستمتع، اول ما يبص على النتيجه ان شاء الله يفرح بيها، ولا كانك تعبت اصلا. حاجه تانية مهمه بقى بالنسبه للسوشيال ميديا، طبعا السوشيال ميديا معظمها ملهاش لازمه، يعني القاعده الاساسيه ان هي ملهاش لازمه الا لحد ما نشوف لها لازمه يعني. فالمحاضرات بتاعتك ماشي على اليوتيوب مثلا، او على او محتاج مثلا واتس تكلم حد بتاع، بس زي ما اتفقنا مفيش اي جروبات، مفيش اي حد متخاذل هيقعد يقول لك انت احنا هنشيل ومش عارف ايه الكلام ده. فبس الفيس بقى ملوش اي 60 لازمه عاده. يعني انا بقول انا عن نفسي عملت له ان انستول بالذات اوقات الامتحانات، وكذلك بقى لو في استخدام لاي سوشيال ميديا تانية ملهاش لازمه يعني. والموبايل تبعده عنك، الموبايل تبعده عنك حرفيا، يعني مش تحطه كده جنبك ولا الشيطان هيواسيك وهتمسكه وتقعد تبص فيه وتضيع وقت، فده هيأثر على تركيزك. الحاجه الوحيده اللي انا كنت ساعات بستخدم فيها الموبايل ان انا اشغل تايمر، بس ما تعملش الحركه دي غير لو انت مزنوق جدا. لو انت مزنوق جدا اعمل تايمر بحيث انك مثلا محتاج تخلص مثلا ال 20 30 صفحه دول في الساعه دي او في الساعتين دول او كده، عشان ما تلاقيش نفسك سرحت وعمال تحفظ في صفحه كويس او تفهم صفحه كويس وبعد كده الباقي يضيع عليك. انك تخش بكله حتى قري احسن من انك تخش بحبه قليلين ومش كويس، يعني كويس فيهم قوي يعني. حاجه تانية فرقت معايا ودي دايما يعني بحسها مهمه، وتقريبا برضه هتلاقي معظم الناس بتقولها، اللي هي انك تنشن على حاجه عاليه. يعني انت خش كانك هتقفل الامتحان، حتى لو انت عارف انك صعب جدا تقفله، الامتحان بتيجي صعب مش عارف ايه، كل ده مش هيفرق معاك. انت لما تخش بالنيه دي هتجيب اخرك، وهتخش مركز وتركز في كل سؤال، مش هتفرط في اي سؤال، مش هتفرط في اي دقيقه. فبالتالي لما تقل مش هتقل كتير، تقل درجه درجتين ثلاثه. اوعى برضو ان حاجه بتبقى مشكله بالنسبه لناس كتير، ان هو يقع في اول امتحان خاصه، ده بيبقى قاتل يعني. هيفتكر ان الدنيا خلاص كده قفلت، ما عادش ليها لازمه، كل املي ضاعت، الحلم ضاع، مش عارف ايه، كل الكلام ده كلام فاضي. طبعا انت ممكن تنقص درجات قد كده والمجموعه من 91 ل 92، فيعني مش مشكله، هتعوض في الباقي. وطبيعي ان امتحان يجي اصعب في ماده عن الماده الثانيه، طبيعي انك تبقى اشطر في الماده ولما الماده احسن. فانت هتخش حتى لو حليت كل الامتحانات وحش ولسه قدامك اخر الامتحان، حاول تحله كويس، الله اعلم يعني، تكون على الاقل عملت اللي عليك. وفي الاخر برضو الواحد لازم يعني يسترجل، يعني انت غالبا كل واحد فينا عندنا قدرات احسن من ما احنا نتخيل. مش بقول كده كلام تنميه بشريه، بقول كده علشان احنا ملهيين بطريقه رهيبه من خلال السوشيال ميديا، من خلال انك تركز في كلام ملوش لازمه، افلام، مسلسلات، كل الكلام ده مش هيفيدك. وفي الاخر احنا خلاص كده، يعني احنا دلوقتي انت لازم تسترجل، خاصه مثلا لو انت عندك اخوات اصغر منك، فانت لو انت مثلت لهم قدوه كويسه هتلاقيهم عليوا معاك، المفروض تعلوا قدام الناس معاك جنبك. وحتى لو انت ما عندكش اخوات وكده لازم تسترجل، عشان انت خلاص كلها كام سنه وهتتجوز او هتبقى اب او ومراتك دي هتبقى برضه امانه عليك، فلازم تكون راجل فعلا. يعني لازم الواحد يفوق ويبطل استعباط.